لو عندك نص كيلو لحمة مفرومة ومش مكفي العيلة، النهاردة هقولك ازاي تضاعفي الكمية بمكون بسيط ورخيص من غير ما اي حد يحس بفرق في الطعم. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا نبدأ الفيديو على طول، وفيديو تفريز الفلفل الالوان هسيبلك اللينك بتاعه او الكومنت. معايا نص كوباية من البرغل، بنقعها في مية سخنة 10 دقايق وبعدها بصفيها وكويس جدا، وهضيفها على اللحمة في مرحلة دلوقتي انتي هتشوفيها معانا. طبعا البرغل بيدي نفس قوام اللحمة وبيشرب من التتبيلة، وفي نفس الوقت بيزود الكمية وبيخليها تكفي اكتر لكذا وصفة. وكمان هضيف فلفل الوان علشان القيمة الغذائية تبقى اعلى. فلفل الالوان غني فيتامين سي بنسبة اعلى من البرتقال، وبيساعد ويقوي المناعة ومضاد للأكسدة وبتحافظ على الجسم، وكمان بيدي طعم حلو ولمسة شكلها يفتح النفس. سواء بقى في الحشوات لما بنحطه على البيتزا بنحطه كده فوق أي أكل بيبقى جميل بصراحة. كده ضعفنا الكمية وزودنا الفايدة ووفرنا فلوس من غير ما نضحي بالطعم. هقطع الفلفل والبصل اللي هضربهم وهحطهم دلوقتي في المادة الدهنية علشان أضيف عليهم اللحمة، وهقولك هنحط البرغل في أي مرحلة واحنا ماشيين في الفيديو. هنا بنحط اي مادة دهنية انت حباها، حابة تستخدمي زيت، سمنة بلدي براحتك. وهنزل بالبصل مجرد بس ما تسخن كده مفيش دقيقتين، وهنزل بالبصل الاول قبل اللحمة. طبعا البصل حاطة فيه فلفل، انا مش بحب ان انا احط توم في العصاج، لا يعني في اكلات كده معينة مش بتحب التوم. البرغل غني بالالياف وبيساعد على الشبع وبيساعد على الهضم، ومؤشره السكري كمان اقل من الرز الابيض بكتير. شوحت البصل والفلفل في المادة الدهنية لمدة دقيقتين. مجرد ما البصل بيبدأ يدبل بضيف التوابل بتاعتنا. حطيت معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من كل اللي أنا هقوله. فلفل أسود، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، قرفة، شطة، كاري. هسيبلك المكونات التوابل اللي أنا ضفتها دلوقتي، وكل حاجة هسيبها لك مكتوبة على الشاشة. أنا طبعا مش بفضل فاتحة الكاميرا على طول، لا انا بفصل، يعني بسوي البصل بفصل، بسوي اللحمة بفصل، بسوي البرغل. فانا مش بعد ما ضفت اللحمة على طول ضفت البرغل، لا، بعد ما اللحمة تبدأ تدخل في السوا بضيف البرغل وبفضل اقلبه. دلوقتي مجرد كمان البرغل ما يدخل في السوا هضيف عليها طماطم مضروبة ومتصفية. كلنا بنحاول نوفر ونطبخ احسن اكل لبيوتنا، وربنا يبارك لكل بيت. جربيها ولو مرة واحدة بس وهتعتمديها. ولو شايفة الطريقة دي توفير ليكي قوليلي رأيك في الكومنتات. وكمان فلفل الألوان اللي هنضيفه في آخر الوصفة ليه فوائد عالية جدا. الفلفل الأحمر مضاد للأكسدة، والفلفل الأصفر غني فيتامين A ومفيد جدا جدا للبشرة والنظر. لو الفكرة عجبتك ابعتيه لحبايبك اللي عايزين يوفروا زينا كده. سهلة وبسيطة وهتخلص معاكي كده في دقايق وهتوفر عليكي وقفتك. جربيها وتعالي قوليلي رأيك، ومستنياكي تشوفي فيديوهات حلوة كتير جدا جدا على القناة. حلو وحادق ومخبوزات وطبخات وطواجن العزومات وحاجات حلوة قوي. مستنياكي اعملي اشتراك ولايك، واشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.